هل حاكم المغرب قال الأضحية حرام؟ بعضكم موجود يقول إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية، إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية. ولهذه الغاية تراجع كبير في أعداد الماشية، ليست المسألة متعلقة بشعيرة الأضحية في حد ذاته. نعم. ولهذه الغاية وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة. شوف، عيد الأضحى سنة مؤكدة يؤكد هذا. فإن القيام بها مع الاستطاعة. طبعا هو بيتكلم، يمكن لعل الكلام عن الأضحية نفسها أنها سنة مؤكدة، يبقى راجل بيقرر أن الأضحية إيه؟ سنة مؤكدة مع إيه؟ مع الاستطاعة. إذا هو بيتكلم في بند الاستطاعة، سنة مؤكدة مع الاستطاعة، يبقى الرجل لا يحرم ولا يجرم الأضحية. نعم. فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيما ذوي الدخل المحدود، وفقا لما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير. اجتهاده ان بعض الناس حريص على انه يذبح وكذا مع غلاء الاسعار، فاحنا بنرفق بهم، فمن هذا الواجب والتزاما بما ورد في الآية القرآنية وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإننا نهيب بالشعب إلى عدم القيام بشعيرة. نهيب. إذن هذه نصيحة عامة، نهيب، لكن نجرم، نقرر ونقنن أن إذا أدركنا واحدا فعل ذلك فعلنا فيه الأفاعيل، أبدا. نهيب، نهيب، نصيحة عامة في فقراء وفي كذا. مثل ما أقول أنا لأحدكم من الإخوة، أحد الإخوة قد يسأل، يعني أنا مثلا دخرت مبلغ كده عندي قليل، والله يا شيخ أنا فقير، أضحية. تقول له مثلا طيب ما تشوف إذا كان أولادك محتاجون شيء أساسي، ولا إذا كنت هتزوج ابنتك مثلا كذا، أفضل من الأضحية.